انتوا عارفين ان كامبريدج بنفسها منزله لنا فايل لكل ماده بتقول لنا ازاي نذاكرها ونحل امتحاناتها؟ الفايل اسمه ليرنرز جايد وبنجيبه من على سيرش جوجل بكل سهوله. بنختار طبعا اي سبجكت احنا عايزينها، انا هستعمل الفيزيكس كاكزامبل. اي جايد بيبتدي يقول لنا ايه الامتحانات اللي احنا هنمتحن فيها وهنمتحن ازاي، وبعدين بيدينا نصايح ازاي نحل الامتحانات دي بطريقه صح، وايه نوع الاسئله اللي ممكن تجيلنا ونجاوب عليها برضو ازاي. خلينا نشوف بتفصيل اكتر مع بعض. How will you be tested؟ ازاي الامتحانات هتيجي؟ محطوط لنا هنا جدول بيقول لنا الامتحان كل ورقه عباره عن ايه، والوقت بتاعها هيبقى عامل ازاي، وايه وزنها او هتكون واخده قد ايه من الدرجات الفاينل بتاعتنا. طبعا بيبدا بالثيري اللي هي الاوراق النظري، وبعد كده بيبدا يتكلم على البراكتيكال بيبرز والحاجات العمليه او الاسئله العملي اللي هنتسال فيها. بعد كده بيجي لنا الاكزامينيشن ادفايس، بيدينا نصايح واحنا بنحل الاسئله بتاعه الامتحان. شايفين ان النصايح متقسمه الاول جنرال ادفايس، وبعد كده بيدي ادفايس لكل ورقه لوحدها. هنقرا مع بعض نصيحه جنرال هنا للفيزيكس. بيقول look for details that indicate how to answer or the depth of answer required. بيقول لنا يعني احنا هنحط لكم شويه تفاصيل في السؤال تعرفكم انتوا المفروض تجاوبوا ازاي، وعمق التفاصيل بتاعه الاجابه بتاعتكم المفروض تبقى فحتى لو محطوط لنا سؤال طويل قوي زي المكتوب هنا describe in terms of the movement and energies of the water molecules how evaporation takes place، والسؤال عليه درجتين بس، فانا مش محتاجه اكتب تفاصيل كتير. بيقول لنا wording زي اكتب في مولكيولز عندها انرجي وفي مولكيولز هتسكيب السيرفيس بتاعه الليكويد فهيحصل evaporation. الكلمتين دول بس، السطر ده بس ممكن ياخد درجتين. بعد ما نخلص قرايه الجنرال ادفايس النصايح العامه، هنلاقي في نصايح سبيشال للبيبرز نفسها. بعد الادفايس بتيجي اكتر حته انا بحبها، هنا هيقول لنا من المنهج ايه اللي هيجي في الامتحان. الامتحان اسئلته ما بتخرجش من الورق ده. مش بس الدروس، هيقول لكم السكيلز اللي انتم محتاجين تعرفوها، ازاي نرسم جدول وناخد درجاته، ازاي نرسم جراف صح وناخد كل الدرجات بتاعتها. كل الجداول دي هي النقط اللي بيجي اسئله الامتحان منها. خلي بالكم احنا هنا في مصر محتاجين ان احنا نذاكر الكور والاكستندد. جنب كل بوينت بيبقى عندنا تشيك ليست عشان وقت المراجعه اتاكد ان هو انا غطيت كل الحاجات اللي هيجي منها الامتحان، اعرف البروجرس بتاعي انا خلصت قد ايه من المنهج. كمان بيبقى عندي مكان اكتب فيه الكومنتس بتاعتي، لو انا في نقطه موقعاها، نقطه محتاجه اراجع عليها زياده او احل عليها زياده، بكتبها في المكان بتاع الكومنتس. واخيرا عندنا الابندسز واللي هي ملخصات او تجميعات. لو احنا المنهج بتاعنا فيه فورمالز كتير، يونتس كتير، حاجات كتير شبه بعض، بلاقي كامبريدج مجمعاهم كلهم في مكان واحد. وكمان بيبقوا كاتبين السكيلز اللي احنا محتاجين نشتغل عليها قبل ما ندخل الامتحان. في ليرنرز جايد لكل ماده. انا هنا بس اتكلمت على الفيزيكس، لو عدى عليكم حاجه في ليرنرز جايد انتوا مش فاهمينها ابعتوها لي او اكتبوها عادي في الكومنتس.